اكيد سمعت كتير عن كلمه فرونت اند في مجال البرمجه، وبتسال نفسك يعني ايه فرونت اند. خليني اوضح لك الموضوع بطريقه بسيطه جدا. الفرونت اند هو صفحات الموقع او التطبيق اللي انت بتشوفها وبتتفاعل معاها، يعني كل حاجه قدامك على الشاشه زي الازرار، الصور، النصوص والالوان، دي كلها جزء من الفرونت اند. وبيعتمد على 3 لغات رئيسيه. اول لغه هي ال HTML، ودي اختصار لهايبر تكست مارك اب لانجويج، ودي المسؤوله عن هيكله وتصميم الصفحه، يعني بتحدد فين العناوين والفقرات والصور. تاني لغه وهي السي اس اس، ودي اللي بتتحكم في الشكل والتصميم، بتحدد الالوان، انواع الخطوط، وترتيب العناصر عشان الصفحه تكون جذابه وسهله في التصفح. واخيرا الجافا سكريبت، ودي اللي بتدي للصفحه تفاعل، يعني لما تضغط على زرار وتلاقي حاجه بتتحرك، او لما تدخل بيانات في فورمه معينه، ده بيكون شغل الجافا سكريبت اللي بتخلي الصفحه تفاعليه وديناميكيه. يبقى الفرونت اند هو اللي بيخلي تجربه المستخدم ممتعه وسهله. المبرمج اللي بيشتغل في الفرونت اند مسؤوليته انه يخلي الموقع شكله جميل وسهل الاستخدام، وفي نفس الوقت سريع ومتجاوب على كل الاجهزه سواء موبايل او كمبيوتر. لو انت بتحب تتعامل مع التصميم والالوان